بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خير خلق الله. أما الآن مع مرشحكم الأستاذ أحمد عيد إسماعيل، مرشحكم لعضوية مجلس النواب 2015 عن دائرة بدر والشروق والقاهرة الجديدة. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. السادة الحضور، يشرفني لي الشرف ان انا قاعد وسط اهلي وناسي. انا راجل بسيط زيكم وليا الشرف. انا والدي راجل نحات، انا نزلت عشان اقوم واعمل وارفع من كل راجل عامل، من كل شاب خلص كليته قاعد في البيت باذن الله. انا عامل مشروع قومي قدمته للسيد رئيس الوزراء، وباذن الله المشروع ده هننفذه بالشباب، وباذن الله هنعمل كل حاجه كويسه مع بعض، مش لوحدي، بيكم ومعاكم. هشتغل وهعمل بيكم ومعاكم. انا مش هدفع فلوس لحد عشان يديني صوته، انا بيكم انتوا هنجح، من غيركم مش هنجح. اللي هيدفع فلوس هيعمل لنفسه حاجه، مش هيعمل لكم انتوا. خلي بالكم اللي جاي صعب، والله اللي جاي صعب. لو احنا لو سيبنا واحد يجي يضحك علينا وينجح ويسيبنا وندور عليه زي ما كان بيحصل قبل كده. انا واحد منكم وليا الشرف. انا مواليد الخليفه السيده عائشه، وانتوا عارفين، وهنا شبرا والشرابيه اهلي وناسي. انا ليا الشرف ان انا رشحت نفسي على دائره بدر والشروق والقاهره الجديده. ليا الشرف ان اهل بدر واقفين معايا، ابو ياسر الجمل والعم سعد والحاج خميس وكل الحضور. وليا الشرف بحضور سياده العميد هاني والوزائر والدكتور مدحت والاستاذ اسلام والاستاذ محمد قناه الحياه والاستاذ محمود. ليا الشرف بالساده الحضور واستاذ سيد وزاره الخارجيه. ليا الشرف ان انا وسطيكم، ليا الشرف ان انا رشحت نفسي عشانكم، ليا الشرف ان انا راجل مصري، ليا الشرف ان انا انزل واقول فين حق الراجل العامل، فين حق الراجل البسيط، فين حق الشاب اللي خلص تعليمه وقاعد مش لاقي شغل، وبيجي ناس تضحك عليه عشان تديله فلوس لاغراض تانية. هنقول لهم لا، هنشتغل. احنا المصريين، احنا الشعب المحترم اللي ربنا كرمنا وحافظ على البلد دي عشان شعبها طيب، عشان عندنا اهل البيت الناس الطيبين، اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا حافظ عليكم ما يكونش زي سوريا ولا ليبيا ولا العراق. خلي بالكم اللي جاي باذن الله خير بالجوامع، خير بالكنايس. اهل الجوامع، اهل الكنايس، مسلم ومسيحي ايد واحده باذن الله. محدش هيفرقنا، محدش هيغيرنا. هنفضل مصريين، هنفضل قواي قدام اي حد يتحدانا. انا ليا الشرف احمد عيد اسماعيل، راجل بسيط، اتعلمت وساعدت نفسي، اتعلمت. المعاشات كل راجل ملوش معاش باذن الله من خلال الدستور والقانون داخل المجلس. هيبقى كل واحد يتم 50 سنه يبقى ليه معاش في الدوله بالرقم القومي، ليه تامين صحي. البطاله انا اتكلمت وهقول من تاني. انا قدمت مشروع قومي للسيد رئيس الوزراء، هعيده للسيد رئيس الجمهوريه باسم الشباب الخريجين. بمعنى بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع ده هيبقى في وزاره الداخليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الموضوع دوت هيشغل المؤهلات المتوسطه من خلال وزاره الداخليه على 28 محافظه. انت بتيجي النهارده بتجدد الرخصه بتاعتك في المرور. الرخصه دي خاصه او مهنيه او رخصه عربيه بنيجي نجددها في المرور، بتدفع حاجه اسمها رسوم الشباب الخريجين. الفلوس دي بتتحول على صندوق الشباب الخريجين. سيادتك وانت ماشي على الطريق العربيه بتحصل منك حتى لو جديده، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. بتتصل ب 19 رقم طوارئ، بتجيلك العربيه الفان فيها فنيين بيصلحوا لك العطل اللي في العربيه، بس بيشوف الرخصه بيلاقي عليها البادج بتاع الشباب الخريجين. ده بيبقى تابع لوزاره الداخليه على 28 محافظه، وتقدم للسيد رئيس الوزراء وجاري العمل باذن الله. بعد اذن حضرتك اتفضل يا فندم. اتكلم عن الناس اللي ما معهمش عربيات. اتكلم عن الناس اللي معهمش عربيات. الناس اللي معهمش عربيات اللي هم الارزقيه باذن الله مقدمين 1000 كشك للسيد المحافظ القاهره.
وهسعى ان انا اجيبهم في روبيكي باذن الله. وهكذا القطاميه، لان مدينه بدر والقطاميه التجمع الثالث في ناس على باب الله ارزقيه كتير، هساعدهم على قد ما اقدر. مش عاوز اوعد وابقى كذاب، عاوز ابقى صادق مع اهلي وناسي، عاوز ابقى قاعد معاكم انا راجل صادق، تصدقوني في كل حاجه، مش عاوز اقول على حاجه وما اعملهاش، مش عاوز انجح وما تلاقونيش، عاوز ابقى قدامكم وراكم ومعاكم وبيكم. بيكم انتوا هشتغل، من غيركم مش هشتغل. والله انا كنت في التالتة عند ابو اسلام من يومين، طلع شاب محترم قال لي الصالون ده بتاعي، فبقول له انت معاك؟ قال لي انا اسمي مؤمن. قلت له مؤمن انت معاك؟ قال لي انا معايا بكالوريوس تجاره. وجواه خير لبدر، عاوز يشتغل بس مش لاقي حد يساعده. هنخلي بدر دي جميله بنفسها باذن الله، هنشتغل. اتفضل يا باشمهندس. الاسكان بتاع محدود الدخل، بالنسبه للاسكان دي حاجه جميله وكاتبينها اهي وكاتبينها بالفعل. في ناس بتروح تقدم ويقول له هات ما يثبت ان انت راجل موظف او ليك دخل. طب هو يجيب منين راجل مرزوقي؟ هنخلي الدستور بتاعنا والقانون بتاعنا المحترم يخدم على الراجل اللي ملوش دخل، لان الدوله هي السبب. ملوش فرصه عمل، انت المسؤوله، انت المسؤوله ان هو يقدم من القانون والدستور باذن الله، باذن الله. والآن مع كلمة سيادة اللواء زاهر مبارك عضو اللجنة العليا لحزب مصر الحديثة، فليتفضل.